بالنسبة للمقادير غادي نحتاجو كيلو ديال الكاوكاو كيف ما كتشوفوا منقي بطبيعة الحال، كنمسحو مزيان وكنقيوه، ومن بعد كندخلوه الفران غير كيتصاد، غير كتبدا ديك القشره طير صافي كنخرجو، كنقشر منه غير شويه، يعني غير واحد الكميه بسيطه، وكنضيف له 400 غرام ديال سكر سنيد، كنطحنو حتى كنحصل على هذا القوام اللي تيبان لكم. انا طحنته غير في الدار، يعني ما غاديش نطحنوه بحال العقده ديال اللوز، فقط بهذا الشكل اللي تيبان لكم. وغادي نضيفوا له 2 معالق كبار ديال الكونفيتور، هنا عندي معلقه شويه صغيره غتشوفوني غنبقى نزيد، لكن 2 معالق كبار مزيان ديال الكونفيتور باش كيعطيه ديك التعليكه ديال الغريبه ديال الكاوكاو اللي هي معروفه. وغادي نضيف واحد المعلقه كبيره ايضا ديال الزبده، والزبده هنايا من الافضل تكون زبده من نوعيه جيده باش كتعطي مذاق زوين للغريبه ديالنا، من الافضل فقط لان الجوده ديالها زوينه والمذاق ديالها زوين. غادي نضيفوا له 2 معالق ديال الخماره الحلوى من فئه 8 غرام، يعني هنا عندي 16 غرام في المجموع ديالهم، 2 خمارات ديال الحلوى. وهنايا غادي نضيف البيض، غادي ندير 4 البيضات حدايا، ولكن ما غنضيفهمش كاملين في البدايه، غندير 2 وغنخلي هادو حدايا، الا احتاجيت نبقى نزيد بشويه بشويه. دونك غادي نضيف كيف ما كتشوفوا 2 معالق كنعاود، وغادي نخلي دوك 2 حدايا نطربهم ونبقى نضيفهم غير بالمعلقه شويه بشويه. نسيت ما قلتلكمش الملحه، ديروا واحد القبيصه د الملحه في الاول، راني نسيت ما قلتها لكمش، ديروها مع كاوكاو في الاول، ضروري نديروا هاد القبيصه د الملحه في جميع الحلويات ديالنا. غادي نبدا نخلط كيف ما تيبان لكم هنايا. وبالنسبه لهاد الغريبه فكنعركوها مزيان، كتبغي تعرك شي شويه باش كتعطينا داك التعليكه اللي هي معروفه في الغريبه ديالنا ديال الكاوكاو. هنا خليت العجينه ديالي كترتاح، غطيتها بواحد هكا بواحد البلاستيك باش ما تنشفليش. وبالنسبه للمده اللي خليتها ترتاح غير ديك المده اللي يعني كنوجد فيها داك الصواني باش غادي ندخلهم الفران، يا اما تدهنوهم مزيان بالزيت اولا تعملوا لهم داك البابي اللي كنديروا للخبز. فقط غير هاد المده هادي، يعني ما كنخليوهاش ترتاح بزاف. بالنسبه الا بغيتيوها بحال بغيتيوها توجدوها اليوم وغدا عاد تدخلوا عاد يعني تكوروها هكا وتدخلوها الفران، فضروري ما تضيفولهاش الخمارات، يعني كتوجدوا المقادير اللي وريتكم كاملين، والخمارات الحلوه كتخليوها حتى كتبغيو تكوروها. كنظن راه مفهوم. كتوجدوا الكاوكاو والكونفيتور والزبده والبيض وكلشي وكتجمعوها، وجوج خمارات ما كتضيفوهاش. هاد الطريقه هادي بحال دابا الا بغيتي توجديها اليوم بالليل وغدا عاد غادي تكوريها وتدخليها الفران، فحتى لغدا عاد تضيفي لها ديك 2 خمارات واللي عجنيها مزيان وصافي. يعني عندك هاد 2 طرق، اما كتوجدي كلشي يعني المقادير كلها في نوبه كيف ما شفتوا معايا كيف ما درت انا، او لا الا بغيتي تقسمي وتنظمي الوقت ديالك فكتخلي حتى لغدا الخماره، هكا كتسهلي عليك الامور. هنا كيف ما كتشوفوا بديت كنكور، درت شويه د الماء راكم شتي، وبديت كنكور بالحجم اللي كتبغيو نتوما. وعلى فكره بالنسبه للناس اللي ما كيبغيوش الميزان بحالي انا، كتجيني القضيه ديال الميزان شويه كتجيني شويه كتضيع لي الوقت، فكنستعمل هاد الطريقه اللي كتشوفوا امامكم هنايا. تاخذوا ديك المعالق ديال لاكلاص اولا شي بوشونه تكون عندكم شويش كبيبره هكا، المهم الحجم اللي غتبغيو نتوما الغريبه، فكتاخذوا بها القياس. وكتجيني انا ديك المعلقه د لاكلاص احسن، فكتجي يعني العبر كيجي مضبوط، كتاخذي بها وكتحطيهم، كتاخذي هكا كتعبري بديك المعلقه د لاكلاص وتحطي حداك الكميه حتى كتسالي كلشي، وعاد كتبقاي تكوريهم وكديرهم في سكر كلاصي كيف ما كتشوفي هنايا معايا، وصافي. وكدوزيهم في سكر كلاصي مزيان وكتستفيهم في الصينيه اللي غادي تدخل الفران. بالنسبه للفران فاكيد الغريبات كاملين ديالنا المغربيين التقليديين اللي هما معروفين عندنا، الفران كيكون سخون بزاف، عاد كتدخلي الغريبه وكتكون العافيه من الفوق. وهنا فاش كتدخلي الغريبه نقصي على الفران باش ما تلهبلكش وتحرق لك السكر وتسيح لك بزاف وما تجيكش مزيانه. كنسخنوا الفرن مزيان ومن بعد كنقصولو وكندخلوا عاد الغريبه العافيه تكون من الفوق حتى كتشقق لنا مزيان الغريبه، وعاد كنهبطوها كنطلعوها
الفوق وكنشعلوها من التحت، يعني كنشعلو عليها من التحت. انا هادشي بالنسبه للفرن ديال الغاز. بالنسبه للفرن ديال الضو فالقضيه ما يعني كتكون اسهل من الفران ديال الضو ديال الغاز، وكتجي فيه الغريبه افضل بكثير. فكتشعلي من الفوق ومن التحت بالنسبه للفران ديال الغاز للدرجه العاليه، من بعد كتهبطيها حتى ل 180 درجه، وكتخليها مشعوله من الفوق حتى كتشقق لك اكيد وصافي، وكتخرجي ديك الساعه الفران ديالك الغريبه ديالك. المهم سمحوا لي غادي نعاود نشرح لكم القضيه ديال الفران حيت ما جاتش مفهومه بزاف. قلت لكم بالنسبه للفران ديال الضو هو اللي كنشعلوا له العافيه تكون مجهده في الاول من الفوق ومن التحت حتى كيسخن مزيان، عاد كنهبطوا لدرجه الحراره 180 درجه. كندخلوا الغريبه ديالنا كتشقق لنا، هي تشوفوها تشققت مزيان كتخرجوها، راه كتقيسوها كتلقاوها مازال رطبه، ما تقيسوا فيها ما حتى شي حاجه. خرجوها وخليوها تبرد، عاد يعني تزولوها من الصينيه. بالنسبه للفران ديال الغاز حتى هو كنشعلوه مزيان حتى كيسخن مزيان، وكنشعلو من الفوق فقط يعني، وكندخلوا الغريبه كتشقق لنا مزيان. كنطفيو الفوقاني وكنشعلو من الجهه التحتانيه، وبنفس الطريقه فاش كنخرجوا الغريبه ديالنا ما كنقيسوهاش نهائيا، كنخليوها على جنب حتى كتبرد مزيان. تما عاد كتجمع راسها، الا مشيتي حركتيها وهي سخونه غتعجل لك كلها. ودائما كما تنقول من الافضل في الغريبه ديالنا وفي الحلويات المغربيه نديروا ديك التجربه اللي هي كتاخدي وحده غريبه وحده كتدخليها وكتشوفيها كيفاش صدقت لك، باش تعرفي كيفاش تعاملي مع الغريبه ديالك، يعني كيفاش تعاملي مع الفران ديالك. واش سخون بزاف، واش مازال خصو يسخن، واش بالنسبه للناس اللي ما تيعرفوش هكا واش الفران سخن ولا مازال ما سخن. فهاد الطريقه هذه كتجيك يعني كتكون القضيه كتجيك ناجحه 100% الغريبه. كتدخلي وحده، الا نجحت لك عرفي صافي الفران راه مضبوط. الا لقيتيها ما تشقات لكش اولا خدات وقت كبير اولا عرفي ان الفران مازال ما سخن مزيان، نخليوه يسخن وعاد ندخلوا الغريبه ديالنا. دونك هادشي اللي كاين بالنسبه للنصائح اللي يمكن لي نقول لكم على الغريبه. وكما قلت لكم ما تقيسوش فيها حتى تبرد تماما، عاد كنعملوها في شي في ديك الشي فينا نخبعوها في سطيل اولا في شي بواطه او في هذا. الا مشيتي وزولتي وهي سخونه فكتضيع عليكم اكيد الغريبه. وهنايا كانت تسجيل بالليل اكيد فما غاديش الصوره ما كتجي شويه ما واضحاش مزيان، لكن صدقوني هاد الغريبه كتجي ناجحه 100%. الا تبعتي نصائح اللي وريتك كتجي معلكه لذيذه. وهاد الغريبه معروفه بزاف عندنا في المغرب، ما كيستغنى عليها حتى شي دار، وهي محبوبه ديالنا. واكيد في جميع المناسبات والاعياد كتكون حاضره، وحتى كاين اللي كيحماق عليها وكيديرها على طول العام كتكون عنده في الدار. كنتمنى هذا الفيديو ينال الاعجاب ديالكم، نتلاقاو ان شاء الله فيديوهات مقبله. بسلام عليكم.